قناة الزمالك طالعة نسوانها علينا ليه كده؟ هو في ايه؟ يعني البت الصفرة دي ان انت هتسمعوها دلوقتي بتعمل اسقاطات على زيزو وبزيرة برازيلي اصلي وواحد دريجين وتايواني ومش عارف ايه والكلام دوت اسقاطات يعني مش حلوة خالص. وبزيرة عقده ب 400,000 وزيزو ب 400 مليون وكلام كده، يعني معرفش انت جايبه الكذب ده. اسمعوا الفيديو. في مشكله تانية مع ان كل ما بزيرة يتألق الناس تفتكر وتتأكد ان احنا كان مضحوك علينا. يعني كان عندنا حد كده درجن وقعد بقى واتشرط على النادي اللي صنعه وقال عايز 80 مليون جنيه وعايز بابا ياخد له 15 مليون وعايز منحة تعاقد 50 مليون. انا هشتري ميسي. انت طبعا لقيت اللي وافق على ده، طبعا انا حاجه ما تخصنيش، انت لقيت اللي وافق لك على ده واداك 400 مليون جنيه. انا متاكده انه بيندم دلوقتي. ما انا لما اشوف واحد زي بزيرة مثلا اللي عنده 22 سنه وبياخد اقل من ربع مرتبه ومساهم في 17 هدف، واللي بياخد 400 مليون مساهم في 15 بس، هتعرف انك انت اتضحك عليك. يعني مثلا بتساءل عن اكرم توفيق. يعني الراجل برضو قال لك انا عايز نفس الفلوس وطبعا ما فيش فسابك ومشي. رامي ربيعه نفس الكلام. امام عاشور مش عايز يجدد غير لما ياخد اكتر منه. زيزو ده انتوا كنتوا بتبوسوا الايادي علشان يجدد. اعلامكم وجمهوركم كنتوا بتتحايلوا على زيزو عشان يجدد لنادي الزمالك، وهوريكي كل حاجه. تعال اتفرجي اسمعي. زيزو احنا بنحبك، اوعى تمشي بالله عليك يا شيخ، وحياة ايلا اوعى تمشي، وحياة ايلا اوعى تمشي. بيستحلف زيزو بحياة بنته ان هو يجدد، بنته اللي انتوا شتمتوها وشتمتوا مامتها الفاضله. تمام. تعالي بقى شوفي رئيس ناديك الاسبق بيقول ايه على زيزو ووالد زيزو والمعامله اللي اتعامل بيها في نادي الزمالك، وانتوا بتتحايلوا برضه عليه عشان يجدد. اسمعي المستشار مرتضى منصور مستشارك، وكان ابوكي كان بيضرب له تعظيم سلام. بقى ضربه تحت بطاطك. اسمعي. زيزو ما مشيش عشان الفلوس، زيزو مشي عشان الوساخه والشر. طلعت زيزو وابوه قال له لا خد ابوك من هنا اتك على الله. يا ريت قناه الزمالك تلم نسوانها. احنا في شهر رمضان ومش عايزين نرد رد مش حلو. تمام. نيجي بقى للنقطه الاهم. بتقول امام عاشور مش عايز يجدد غير لما يتسوى بعقد زيزو. طيب امام عاشور يا فيلسوفة عصرك واوانك، امام عاشور عقده لحد صيف 2028. احنا في كام؟ احنا لسه بادئين 26. يعني في موسمين ونص لامام عاشور. يجدد ايه؟ اداره النادي الاهلي هي وقفت اي تفاوض في اي عقود للاعيبه حاليا عشان طبعا النتائج وتذبذب الاداء بتاع اللعيبه. وقفنا اي كلام في التعاقد. فانت ما تالفيش بقى كلام وتغني بيه على نفسك وعلى جمهورك اللي هو للاسف بيصدق الكذب والهطل بتاعكم. تمام. نيجي بقى لنقطه رامي ربيعه. رامي ربيعه احنا اصلا ما كناش عايزينه. رامي ربيعه احنا ما كناش عايزينه. رامي ربيعه في اخر فتره ليه في النادي الاهلي كانت ليه كوارث دفاعيه، كان ليه غلطات دفاعيه كارثيه. فجمهور الاهلي رجعي الفيديوهات ورجعي الكلام دوت، يمكن تعرفي حاجه لنفسك وتستفادي. جمهور الاهلي كله ما كانش عايز رامي ربيعه. اما بالنسبه لاكرم توفيق، اكرم توفيق مشي عشان جاله عرض اكبر من عرض النادي الاهلي، فمشي من الباب الكبير. قال لهم يا جماعه انا جايين عرض وهمشي. اداره الاهلي قالت له اتفضل، احنا مش هندفع العقد دوت، اتفضل امشي. وافتكر لحد اخر عقد اكرم توفيق كان بيلعب في النادي الاهلي. فما تخترعيش كلام الله يبارك لك وتقوليه بس على جمهورك واللي بيسمعوكي، علشان انتوا كلكم مغيبين. يعني اقسم بالله دي قناه الضحك. يعني البليله اللي انتوا بتشربوها طلعت على المخ، فالمخ عمل حاجات كده فهو بيهيئ لكم حاجات ومش عارف ايه. واللي بتقول عليه برازيلي دوت اتقالي بس النادي بتاعه اصلا واخد رفع قضيه على نادي الزمالك عشان مستحقات النادي، ما دفعتوش الاقساط بتاعته.
فاصبري بس اتقالي بس لحد اخر الموسم ان شاء الله بزيرة دوت هيطير منكم وهيفسخ عقده زي اللي قبله. افكرك ولا نسيتي؟ فبالله عليكي ما تزيتي، وانا عارف الزيطه ديت هتزيد وهتزيد زياده عن اللزوم كمان الايام اللي جايه، انا عارف، بس بالراحه على نفسك واهدي. ويا ريت قناه الزمالك تلم نسوانها شويه عشان احنا في شهر كريم. تمام؟ يا ريت من كل متابعيني وكل اللي بيشوفني يعمل لايكات ويشير الفيديو دوت علشان صوتنا يوصل للناس دي وتعرف الكذب بتاعهم رايح فين، والجمهور ما يصدقش التخاريف اللي بيقولوها في نادي الزمالك ونسوان نادي الزمالك اللي هم مطلوقين علينا في الشهر الكريم ده. السلام عليكم.